السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الفؤاد في كل مكان، معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ والدراسات في اسكندرية. النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني الدرس الثالث، درس محمد علي وبناء الدولة الحديثة. هنتكلم عن ايه النهارده يا مستر؟ هنتكلم عن سياسة محمد علي الخارجية. محمد علي كان عنده طموح شخصي، كان هدفه يخرج بره إدارة السلطان العثماني، كان عايز يعمل دولة مستقلة لوحده. فمحمد علي بدأ يتوسع في الحجاز، بعد كده حارب في اليونان، بعد كده ضم السودان إلى الشام. كل ده اللي عمله محمد علي. يلا بينا بقى نعرف محمد علي عمل كل الحروب دي ليه وإيه النتائج بتاعتها، وهل الدول الأوروبية سابت محمد علي ولا وقفت قصاده؟ يلا بينا نشوف الدرس بيقول إيه. بس ما تنساش تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان ينزل لك فيديو المراجعة بتاع نص المنهج بإذن الله. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف الجزء الثاني بيقول إيه. يلا بينا بسم الله. قال لك سياسة محمد علي الخارجية. قال لك إن محمد علي سعى محمد علي للانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بمصر. خلال ذلك مرت علاقته بالسلطان العثماني بمراحل عديدة. قال لك يقصد يقول لك إن محمد علي، إن عمك محمد علي وعلاقته بالسلطان العثماني اللي هو رئيس الدولة العثمانية كانت علاقتين: مرحلة وفاق يعني سمعان كلام، ومرحلة خلاف يعني كان شغال بمزاجه. يا مرحلة كان بيسمع كلام السلطان العثماني، ومرحلة ما كانش بيسمع كلامه أصلا من الأساس. طب أنا عايز أعرف مرحلة الوفاق أو الاتفاق تمثلت في حروب الجزيرة العربية، أنا بحب أسميها الحروب الوهابية. وحرب اليونان أنا بحب أسميها حروب المورا. يبقى محمد علي طلع حارب في شبه الجزيرة العربية، طلع حارب في اليونان. قال لك على بناء على رغبة السلطان العثماني. السلطان العثماني قال له اطلع حاربني في المكانين دول، وهنعرف السبب. ثم مرحلة الاختلاف أو الخلاف ما بينهم تمثلت في حرب السودان والشام. هنا كان بمزاج محمد علي، كان بطموحه الشخصي. قال لك طب تعالى نعرف أول حروب محمد علي. قال لك الحروب الجزيرة العربية. قال لك طب ليه محمد علي طلع حارب في الجزيرة العربية؟ قال لك للقضاء على الحركة الوهابية. يبقى القضاء على ايه؟ قال لك على الحركة الوهابية. مش فاهم الكلام ده؟ تعالى افهمك القصة. قال لك يقصد يقول لك في الحتة دي ان محمد علي بكل بساطة السلطان العثماني طلب منه طلب. السلطان العثماني اهو، محمد علي اهو، يا سلطان راح لمحمد علي بقول لك يا محمد علي، بقول يا سلطان. قال لك بكل بساطة ان انا سمعت خبر ان في السعوديه او في منطقه شبه الجزيره العربيه ان في شيخ اسمه محمد بن عبد الوهاب. الراجل ده هدفه كان عمال يقول كلام ان السلطان العثماني ما ينفعش هو يبقى خليفه المسلمين علشان هو مش عربي، احنا مش هنسمع كلامه تاني. الوهابيين قالوا كده، قالوا احنا مش هنسمع كلام السلطان تاني، ده احنا هنعمل دوله مستقله لوحدينا، وان السلطان العثماني ده مش خليفه المسلمين، ده احنا العرب، ده احنا من نسل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فبالتالي المفروض تكون خلافه الاسلام او خلافه المسلمين في ايدينا احنا، مش في ايد السلطان العثماني التركي. فطبعا السلطان العثماني كان عارف ان محمد علي قوي، وكان عنده جيش الى حد ما قوي، ده كان كل ده لسه في البدايه. فالسلطان العثماني طلب من محمد علي ياخد جيش سنه 1811 يطلع يحارب في شبه الجزيره العربيه. ايوه ليه؟ للقضاء على الحركه الوهابيه. يبقى بما تفسر حروب شبه الجزيرة العربية طلب السلطان العثماني من محمد علي القضاء على الحركة الوهابية. يبقى ليه قامت حروب الجزيرة العربية؟ لأن السلطان العثماني طلب من الوالي هو مين؟ محمد علي القضاء على الحركة الوهابية. يبقى أسبابها القضاء على الحركة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية. نتائجها محمد علي عرف يسيطر على الجزيرة العربية، يعني محمد علي انتصر. قال لك بعد كده محمد علي ضم السودان. يبقى محمد علي بكل بساطه اتجه ناحيه شبه الجزيره العربيه وضمها. محمد علي يسكت؟ ما سكتش. قال لك محمد علي توسع جنوبا. طب ليه؟ قال لك عشان يحقق مكاسب سياسيه اقتصاديه عسكريه. انا مش فاهم حاجه. محمد علي ضم السودان ازاي؟ قال لك بكل بساطه ان محمد علي نزل السودان يضمها. قال لك عشان اوسع دولتي يبقى دي مكاسب سياسيه. السودان فيها اراضي زراعيه ياما، فهزود الانتاج الزراعي، فدي مكاسب اقتصاديه. وكمان هو في الاول استعان بتدريب الجنود السودانيين قبل ما يتجه للمصريين.
هو استعان بالاول بالسودانيين يبقى عشان يحقق مكاسب عسكريه. يبقى محمد علي ضم السودان ليه؟ لتحقيق مكاسب سياسيه اقتصاديه عسكريه. طب جميل، عمل ايه؟ بنى مدينه الخرطوم واكتشف منابع النيل. يبقى نتيجه، خلي بالك، حروب السودان، تاني نتيجه حروب السودان انشاء مدينه الخرطوم. يبقى انشاء مدينه ايه؟ الخرطوم. عمل عاصمه واكتشف منابع النيل. اكتشف منابع الايه؟ النيل. خلي بالك الحرب دي بناء عن رغبه محمد علي. محمد علي هو اللي طلع بالجيش وهو اللي توسع. السلطان العثماني ما قالوش حاجه. قال لك طب تعالى نكمل ثالث حرب. قال لك ثالث حرب بكل بساطه حرب اليونان. قال لك تعالى نعرف. قال لك حرب اليونان انا بحب اسميها حرب المورا. قال لك هنا كانت برضو برغبه السلطان العثماني او اللي امر السلطان العثماني. تعال نفهم. السلطان العثماني راح لمحمد علي قال له برضو انا سامع كلام في اليونان خصوصا في منطقه المورا ان السكان هناك عايزين يخرجوا تحت طوعي، مش عايزين يسمعوا كلامي. من الاخر اليونان عايزه تستقل عن الدوله العثمانيه. فمحمد يا علي خد الاسطول اللي انت عملته واطلع عندنا على البحر المتوسط عند اليونان، اخمد لي ثوره المورا، دمرها. محمد علي فعلا خد الاسطول وطلع سمع كلام السلطان العثماني، ولكن لقى في وش كل الدول الاوروبيه اسطول فرنسا وبريطانيا ويقول لك عندنا وايطاليا في وشه. المهم قامت المعركه وللاسف الاسطول المصري اتدمر. فمحمد علي زعل على الاسطول، فالسلطان العثماني حب يكافئه فاداله جزيره كريت. قال له خد كريت دي ضمها لولايه ايه؟ مصر. طب محمد علي برضه ما كانش مبسوط، فطبعا كانت لسه هتقوم حرب تاني. الدول الاوروبيه كانت قعدت مع مين؟ يعني المفروض لما تيجي تقعد تتفق الصلح تقعد مع الراس الكبيره اللي هو السلطان العثماني. الدول الاوروبيه ما شافتش السلطان العثماني اصلا، ما اعتبرتوش موجود، دي راحت قعدت مع محمد علي مع الوالي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقصد يقول لك ان الدول الاوروبيه لما تفاوضت مع محمد علي بدل من السلطان العثماني. يعني السلطان العثماني ده اركنه على جنب، انا عايز محمد علي الراجل الجبروت ده اللي عرف يعمل اسطول. طبعا النتيجه الايجابيه في المعركه دي ان ارتفعت مكانه مصر دوليا. ما هو الدول اللي بره لما تيجي تقعد معاك وانت والي، انت مش حاكم، انت مش دوله مستقله، انت دوله وانت عباره عن ولايه صغيره جوه دوله كبيره. لما الدول الاوروبيه تسيب الحاكم الاساسي اللي هو السلطان وتجي لك انت تقعد تتكلم معاك وتتفاوض معاك عشان تحل المشكله دي ازاي، معنى ذلك انك حاكم قوي. بمعنى تاني ان الدول الاوروبيه بدات تعترف بمحمد علي ان هو حاكم مصر، حاكم دوله مش تابع للسلطان، حاكم دوله. فبالتالي تعالى نعرف حروب اليونان. قال لك هي كانت بامر من السلطان. طب ليه؟ هدفها القضاء على ثوره المورا. تاني، حرب اليونان بناء على رغبه السلطان هدفها القضاء على ثوره المورا. قال لك طب النتيجه، على فكره فشل محمد علي في معركه اسمها معركه نافارين. يا محمد علي الاسطول المصري اتدمر في معركه نافارين، اتهزم الجيش واتحطم الاسطول المصري. قال لك وبس، ولكن النتيجه الايجابيه الحاجه الكويسه، قال لك علو مكانه مصر دوليا نتيجه تفاوض الدول الاوروبيه مع محمد علي لانهاء الحرب. ان الدول الاوروبيه قعدت مع محمد علي بدل ما تقعد مع السلطان العثماني. النتيجه توترت العلاقات ما بين محمد علي والسلطان. يعني معنى ذلك ان علاقتهم بدا يحصل فيها مشاكل. يبقى النتيجه الايجابيه لحروب المورا قال لك علو مكانه مصر دوليا، ان مكانه مصر ارتفعت. تمام؟ طب تمام. يبقى النتيجه توتر العلاقه بين محمد علي والسلطان ونمو فكره الانفصال. محمد علي كده كده كان عايز ينفصل عن السلطان العثماني. يبقى تاني، حروب اليونان هي بامر من السلطان. ليه؟ للقضاء على ثوار المورا. النتيجه انهزم محمد علي في معركه نافارين. في معركه ايه؟ نافارين. قال لك طب النتيجه برضه علو مكانه مصر دوليا بين الدول الاوروبيه. طبعا ايه اللي حصل؟ توترت العلاقات بين محمد علي والسلطان. رغبه محمد علي في الانفصال. محمد علي كان عايز يمشي او عايز يخرج بره ايد السلطان العثماني. فمحمد علي عمل اكبر حرب، وكانت دي بدايه نهايه محمد علي، حرب الشام. قال لك واجه محمد علي هنا الدوله العثمانيه ذات نفسها. محمد علي خد الجيش المصري وهنحارب السلطان العثماني. يبقى خلي بالك
نمت فكره الانفصال بعد، امان عليك، بعد حرب اليونان، مش بعد حرب الشام عشان ما تغلطش. فكره الانفصال ان محمد علي جه في دماغه ان هو يخرج بره ايد السلطان العثماني، يخرج من تحت طوعه مثلا بعد حرب اليونان، مش بعد حرب الشام، عشان نعرف الغباء. تمام. حرب الشام، وجه محمد علي الدوله العثمانيه في الشام، حرب الشام الاولى وحرب الشام الثانيه. طب ليه؟ هم ليه حاربوا في بعض؟ قال لك بسبب توتر العلاقه. قال لك عندنا بسبب توتر العلاقات بين السلطان العثماني ومحمد علي بعد تفاوض الدول الاوروبيه مع محمد علي بدل السلطان العثماني. ولكن محمد علي برضه السبب المباشر، السبب الحقيقي ان محمد علي صمم عن الانفصال عن الدوله العثمانيه. انا راجل بعرف ازرع واصنع وتاجر وعندي سياسه خارجيه وبنافس في التجاره العالميه، انا ابقى اسمع كلامك ليه؟ ما انا راجل قوي وحاكم قوي. فرغبه محمد علي في الانفصال عن الدوله العثمانيه. النتيجه وصلت القوات المصريه للشام واعالي الفرات، ده احنا وصلنا لحد العراق كمان، وزاد النفوذ المصري في بلاد الشام. مين واقف يتفرج من بعيد؟ محمد علي كده. على فكره لو احنا نركز كده من اول الدرس، ان محمد علي بسم الله ما شاء الله اول حاجه ده خد شبه الجزيره العربيه، يسكت ما سكتش، ده خد كمان السودان، يسكت ما سكتش، ده خد كريت في حرب اليونان، وبعد كده خد الشام كلها، ووصل كمان للفرات، يعني وصل للعراق. يعني محمد علي الدوله بتاعته بتكبر ولا بتصغر؟ قال لك لا، الدوله بتاعته بتكبر. فمعنى ذلك بكل بساطه ان بدا يهدد التوازن الدولي. ايه الكلمه الغريبه دي؟ دول العالم بتقول لك ان في حاجه اسمها توازن دولي، القوي قوي والضعيف ضعيف، القوي يفضل قوي والضعيف يفضل ضعيف. يعني مثلا ما ينفعش مثلا الصين تبقى اقوى من امريكا، لازم امريكا تبقى الدوله رقم واحد والصين رقم اثنين وروسيا رقم ثلاثه. الدول القويه العظمى زي بريطانيا فرنسا امريكا مثلا دلوقتي لازم تبقى هي دول التوب، ودول العالم الرابع اللي هم احنا زي مصر مثلا او معظم الدول العربيه تفضل كده، تفضل في ضعفها. القوي يفضل قوي والضعيف يفضل ضعيف. فالمهم ان محمد علي بعد ما ضم شبه الجزيره والسودان وكريت والشام وبدا وصل كمان لاعالي الفرات، مين بدا يخاف؟ الدول الاوروبيه. الراجل ده هيخلص على الدوله العثمانيه، طب لو قضى على السلطان العثماني ده هيفضلنا احنا، ده هيحاربنا احنا. فايه اللي حصل بقى؟ التدخل الاوروبي ضد محمد علي. قال لك تدخلت الدول الاوروبيه في المفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي، فعملت معاهده لندن 1840. على فكره معاهده لندن دي انا بحب اسميها بدايه نهايه التوسع الخارجي لمحمد علي. هنا بدا محمد علي حلمه يتدمر، حلمه ينهار، ان الدول الاوروبيه قعدت مع السلطان العثماني عشان توقف زحف محمد علي. هل حب في السلطان العثماني؟ طبعا لا، لاجل مصلحتها، لاجل مصالحهم الشخصيه. ان محمد علي هم ليه عملوا معاهده لندن؟ ليه وقفوا مع مع السلطان العثماني ضد محمد علي؟ قال لك عشان الدول الاوروبيه ادركت ان محمد علي بيهدد التوازن الدولي، ان محمد علي بدا يلعب في السياسه الدوليه، بدا يقوى وهيضعف للدوله العثمانيه وياخد كل الاراضي فيبقى اقوى اكتر، ممكن يحاربنا قدام. يبقى ليه الدول الاوروبيه خصوصا بريطانيا وفرنسا وقفوا ضد محمد علي؟ عشان محمد علي بيهدد التوازن الدولي. طب ايه بقى شروط معاهده لندن؟ مهمه جدا وحفظ. اعاده بلاد الشام والجزيره العربيه للسلطان. الشام اللي انت خدتها والجزيره العربيه ترجع للسلطان. انت يا محمد علي اخرك حكم مصري بس، واعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني، ان محمد علي هيرجع تاني يسمع كلام السلطان العثماني. الجيش المصري اللي عمله محمد علي يرجع تاني جيش السلطان مش جيش محمد علي. فطبعا محمد علي سمع الشروط دي انهار. على فكره يقول لك بعض المصريين يقول لك جاله صرع، انهار، تعب نفسيا. تخيل انك بتبني دوله كبيره وبدات تتوسع مره واحده ضربه من الدول الاوروبيه شالت لك كل تاريخك كل شغلك. فبالتالي بكل بساطه ان شروط معاهده لندن اعاده بلاد الشام للسلطان، الجزيره العربيه للسلطان، محمد علي في مصر، محمد علي يسمع كلام السلطان. لو انت هتفتكرها كده بالبلد ان الشام للسلطان وكمان الشام للسلطان، شبه الجزيره للسلطان، محمد علي في مصر، محمد علي يسمع كلام السلطان العثماني اللي هي اعاده بلاد الشام والجزيره العربيه للسلطان، تثبيت محمد علي في حكم مصر بس، واعلان خضوع محمد علي
للسلطان العثماني. طبعا موقف محمد علي اضطر للقبول، قال لك بشروط المعاهده، اضطر قبل، قال لك لحد ما مشت لحد كده يجي بقى دور الدوله العثمانيه. فرمان 41، ايه الفرمان ده؟ اصدر السلطان العثماني فرمانين سنه 1841. الفرمان الاول حق وراثه حكم مصر لاكبر ابناء محمد علي سنا من الذكور، والثاني تنص ولايه محمد علي على السودان. يعني ايه؟ يعني يقصد يقول لك بكل بساطه ان اللي هيحكم مصر بعد كده ابناء محمد علي من الذكور. يعني محمد علي مات، عيال محمد علي واسره محمد علي هي اللي تحكم مصر وراثيا، ولكن لازم يكونوا ايه؟ ذكور، يكونوا رجاله. النص الثاني حكم ولايه محمد علي على السودان. يعني يقصد يقول لك بكل بساطه ان مصر والسودان هم في ولايه واحده، محمد علي يحكم مصر والسودان. يبقى الفرمان الاول حق وراثه حكم مصر لاكبر ابناء محمد علي سنا من الذكور، والفرمان الثاني نص ولايه محمد علي ان ولايه مصر كمان ولايه محمد علي كمان على مصر والسودان، ان محمد علي هيحكم مصر والسودان. وكده ده كان السياسه الخارجيه لمحمد علي. حرب الشام قلتها لك، حرب اليونان، حرب السودان، وحرب وحرب شبه الجزيره العربيه. كده يكون نص المنهج معاك على اليوتيوب كامل. يا بيه نص المنهج وصل لك، هتستنى مني فيديو مراجعه نص المنهج. هنحل اسئله بس، هنحل تدريبات الوحدات بس، ده باذن الله. كده اكون انا نفذت وعدي معاك وقلت لك هفضل اشرح لك المنهج كامل مجاني على اليوتيوب. المطالب من سيادتك تتفرج وتركز جدا في الشرح، ودعوه جميله منك ده جانب تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس، قال لك عشان يوصل لك كل حاجه جديده باذن الله. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.